تحية طيبة، أهلا وسهلا فيكم جميعا برعاية سعادة قنصل لبنان العام بمونريال أستاذ أنطوان عيد، وبرعاية سعادة القنصل العام لجمهورية العراق الدكتورة أغادير حسن النقيب. بصرنا لليوم نرحب فيكم، ورح نكون مع الجزء الأول من الحفل التكريمي لشاعرة الأرز هتاف سوقي صادق. خبروني يا صفير الدار بهاكل بني العشقة شو صار، بعدها بتسقيكن بإيدها مي وبعدكن بتخبروها أخبار. طاب الحب في قلوبكم وطابت فرحتكم، أهلا وسهلا بكم. ما يجمعنا في هذه الأمسية في هذا اليوم هو ما تصبو إليه قلوبنا من محبة وفرحة واعتزاز، فاللقاءات كثيرة وكثر هم الأصدقاء، إنما لكل صديق رحيق ولكل موهبة إرادة وجدت واستمدت استمراريتها من شخصية صلبة لا تكل ولا تمل. يلي انكسرت عكتفك جرت العطار وبقيت بقلبك اجرار الشوق ملياني، هربان قلبك من المسار بلكي صار مثل الغزال من الصياد هرباني. تولد اللغة مع كل مبدع، ولغة المبدع لا تأتي من الكلام السابق بل تصدر عن المبدع بعينه، بمعنى أنها تولد معه وتنمو وتتطور، ومع مرور الزمن تصبح ملازمة مصاحبة للشخص تعبر عنه، يصنع منها لعبة لا تشبه الألعاب الأخرى. الإنسان وحده من يستطيع أن يحول اللغة إلى شعر بعفوية، يكتب الشعر عفوية تمتد من الجذور العميقة للحياة وتنتهي إليها بالطبع. الشعر يعاش قبل أن يكتب، هو حالة عرفان وجودية تنتاب الشاعر حين تلتهب في مكامن نفسه وأعماق وعيه، تجمع بين لهافة الحس وصلابة الموقف. لم تكتب محبتها على رمال، وإنما نقشتها على أديم الزمن. طوعت اللغة الفصحى للتعبير عن إنها الشاعرة هتاف سوقي صادق، صادقة في محبتها، متوهجة في شعرها، مدافعة عن الشعر العمودي الموزون، حتى إنها في كل نشاط وعلى خشبة أي منبر ترفض رفضا قاطعا التسميات الغير سليمة. شعرها قوس قزح يتراءى لك من بعيد، على متنه رسائل وعي وأعذب الألحان تدخل إلى فضاء أفكارك، تزرع العنفوان والشموخ. جريئة، مقدامة، هتاف صادق، قوية بقدر ما منحها الله تعالى من قوة، وصريحة نعم وجريئة إلى أبعد الحدود في مواقفها الإنسانية والوطنية. خيالها طور إمكانيات واسعة لا محدودة، وفتح الآفاق الرحبة أمام العقل كي يتجاوز نفسه، سادرا في أقانيم المجاز والاستعارة نحو ملكوت التأويل اللامتناهي. معا ننطلق في هذه الرحلة، رحلة تكريم الشاعرة هتاف سوقي صادق. يا قلب صار لك من سنين سنين تركض وراهن تركض وراهن، بس يا مسكين
يا قلب صار لك من سنين سنين تركض وراهن، بس يا مسكين حاجي ورا أهل الحلا ماشي، تتعب ومش رح يتعبوا الحلوين. شاعرة الإيمان والأرز والعروبة الأخت العزيزة هداف، فارس شعراء الأمة الدكتور محمد صادق. أيها الحضور الكرام، قبل 5 سنوات وتحديدا في آخر شهر آب 2018 حللت ضيفا على منبر صالون هتاف الشعر في محاضرة كانت بعنوان مغامرة الثقافة. ذكرت فيها أن ارتياد فضاء الثقافة هو بمثابة مغامرة شائقة لخوض رحلة نحو عوالم وكواكب مدهشة وغير مألوفة تكتنفها جرأة واقتحام والتحام واحتمالات كبرى بمواجهة عالية. وها أنا اليوم في حضرة التكريم البهي لسيدة الشعر البهية، أجد نفسي أمام الشعر. كل الثقافة هو وكل المغامرة. قرعت باب القوافي هزني الرد. هذا الكلام ستضاف. قرعت باب القوافي هزني الرد، الشعر أطفر لما أطفر المجد. يا شعر يا سيد الأحلام كيف هوت شمس العروبة والأيام تسود. أتيت والريح خذني في الوغى قدما، ما أفتن الحرب نارا في الوغى يغدو. وفجرت هتاف كل براكين المغامرة، ولما يخمد أوارها بعد ولن يخمد بإذن الله. فيما كنت أتفكر في الدعوة التي وصلتني لتكريم صديقتنا وشاعرتنا الأخت هتاف سوقي صادق، راودني السؤال للقبض على مفتاح السر المفضي لهذا التكريم. مدنها كثيرة وعامرة بالمعالم، عماراتها الشعرية أبراج ناطحات غمام العبقريات، ومآثرها مرفوعة شواهد في وطننا المعدى وأوطاننا العربية المقهورة، واغتراباتنا التي وسعت الدنيا وتحولت إلى ساحات مخيمات طوعية وقسرية تجمع شتاتنا وتلم شمل ثقافتنا المبعثرة. وطالت حيرتي للإمساك برأس الخيل لمباشرة فعل الاعتراف، فكل دروب الشعر تقود إليك يا هتاف، وكل أسباب التكريم تتضافر في خصالك، وكل أبوابك مشرعة مفتوحة صدورها بلا أقفال ولا كلمات سر خفية. من أين أبدأ إذن؟ وسرعان ما أتاني طوق النجاة، هو الذي كان كامنا خلف كل الأبواب. إنه الإيمان، إنه الإيمان. نعم الإيمان لا سر بعده
ولا سر قبله. هل أقول الإيمان مخالفا لقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ هذا من فضل ربي. أم أنني أغالط أفلاطون على قراره أن يبعد الشعراء من مدينته الفاضلة؟ وصلت العلامة قول لا فيك دور حبيبي وصلت العلامة. جاءت من الشرق، إن الشرق أرسلها سفيرة يوم عز عندها السفر. جاءت من الشرق، إن الشرق أرسلها سفيرة يوم عز عندها السفر. حاكت غوى الأرز أردانا لمعطفها، ومن وهيج خيوط الشمس تأتزر، من جذع أرز حمى لبنان منبته صيغ اليراع، ومن أنساغه الحبر فوق الجبال أناشيد لها، فوق الجبال أناشيد لها، طربا برج السماء حنى، فوق الجبال أناشيد لها، طربا برج السماء حنى، والبرق يستعر والغيم يهمي قواف والقصيد صدى، لعازف الرعد إن خان الصدى الوتر. الله والغيم يهمي قواف والقصيد صدى، لعازف الرعد إن خان الصدى الوتر. على الروابي نمت أشعارها شجرا، على الروابي نمت أشعارها شجرا، وفي الأماسي ينادي وقعها القمر، والريح تهتف زدني من فرائدها، ولتنتشي الأرض حيث الطيب ينتشي. غناء لم يخبو تألقها، ولا استراح على أقلامها الضجر. الله غناء لم يخبو تألقها، ولا استراح على أقلامها الضجر. فالشعر وحي إله، والعروض له نهج وعلم وميثاق ومختبر. لقد تمادى ينادون بقولهم عصر الحداثة فيه الشعر يختصر، عصر الحداثة فيه الشعر يختصر. فلا
فلا قواف إلى بحر تشد به صفائح النظم والألحان والأطر. يا أرزة الشعر، قولي كيف نردعهم وكيف نلجم من أمجادنا نكروا، وكيف ننقذ يوما من مسالكهم تراث أمتنا الشعري إن غدروا. يا أرزة الشعر، عذرا جئت أعلنها حرب التطاول، إن الشعر ينحدر حربا ضروسا تبنت في محاكمها نيابة الشعر للظلام مزدجر. وكيف نحن نجاري رأي من زعموا في سردهم لركيب النسر أن شعروا. أخي محمد، هل جاريت من زعموا في سردهم لركيب النسر أن شعروا؟ أم إنها اللغة العصماء منتهك سياجها وتراث الضال يحتضر؟ هتافة الشعر، إن الكل منتظر رأي المكرم فيما رحت أقتدر. لبنان يا أهل سكناه جوارحنا، كيف استمالنا ريح أو عتى خطر، لكنه اليوم يشكو ظلم ساسته، ولست أعلم يحسو أم سينفجر. قد ضاق فيه سبيل العيش، قد ضاق فيه سبيل العيش، لا أمل يرجى، وكل صنوف القهر تنتشر. لا كهرباء ولا ماء وأدوية، إن المذلة لا تبقي ولا تذر. دور المدارس أطفأنا منائرها، ثار المعلم والتلميذ مفتقر، وكل من جابت الأوصاب جوهره له الدعاء وحبل الصبر والقدر. ما في حدا بحق. صونوا مبادئكم، هبوا لنجدتكم، ولا تهاجموا من إذلالكم ضمروا، واسترجعوا الوطن المسبي منتجعا للملهمين الأولى في حسنهم بهروا، لقطعة من جنان الخلد سيدها رب بكل جمال ساقهم مطر. بالأول بدي أتشكر القيمين على صالون هتاف الشعر، السيدة هتاف للدعوة اليوم لكم بيناتكم، لا أحكي باسم العائلة باسم الشخصي عن بنت عائلتي وبنت ضيعة السيدة هتاف. بس بالأول بحب نوه على شغلة من خبرتي بمجال التعليم. نحن اليوم عم نعيش الحقيقة يمكن ثورة ثقافية أو ثورة، حتى بدي أقول ثورة تكنولوجية، بوجود شيء اسمه الذكاء الاصطناعي.
للأسف قديش هذا الذكاء الاصطناعي جميل وعم بيوفر علينا شغلات كثيرة، بس بالمقابل قديش هو خطير. لأنه خوفي بيوم من الأيام إنه يصير في ذكاء اصطناعي يكتب دواوين شعر، وفي ذكاء اصطناعي يألف موسيقى، وذكاء اصطناعي يكتب قصص وروايات. والمشكلة إنه قد ما كان هذا الذكاء الاصطناعي ذكي، بس بيبقى اسمه على مسمى، بيبقى اصطناعي، لأنه ما بيقدر يحط مشاعر الشاعر ولا يحط أفكار الأديب ولا أحاسيس الموسيقي. فبتمنى إنه كل شخص مثل السيد هتاف مثل كتار موجودين بيناتنا بيشتغلوا بمجال الثقافة إنه يضلوا على همتهم ويجربوا إنه يعملوا شغلة يسلموها من جيل لجيل، حتى ما نخسر ناس مثلكم بالأجيال القادمة. أما بخصوص السيد هتاف، يمكن شهادتنا فيك مجروحة. نحن تسلمي، نحن بالعائلة بنفتخر فيك، بنفتخر بكل شيء بتعمليه. بعرفك إنه أنت والأستاذ محمد كرستوا كل حياتكم للأدب وللفن وللثقافة، وما بعرف شو بدي أقول لك مثل ما بقول عنا بالجبل، الله يديمكم هالهمة، وإن شاء الله ضلكم بهمتكم، تستاهل التكريم ومش شغلة جديدة عليكي. ما حبيت أطول الليلة حتى ما آخذ منها السهرة الحلوة، بس بدي أقول لكم أهلا وسهلا فيكم، وانبسطت كثير إنه موجود بيناتكم. وشكرا. كرمال النسيان لا تقلي نرجع لك، كرمال النسيان وردتنا لبعد دولاب، كرمال النسيان لا تقلي نرجع لك، كرمال النسيان وردتنا لبعد دولاب. ترجعني وما بترجعني، ترجعني وما بترجعني، لا تعيد اللي كان، لا تعيد اللي كان. سعادة القنصل الأستاذ أنطوان عيد، دكتورة مستشارة وسن، حضرات السيدات والسادة، سيدة المكرمة هتاف الصوفي الصادق حبيبة قلبي. قال الشاعر الأمريكي كارل سامبور ذات مرة: الشعر هو صدى يطلب من الخيال أن يرقص. وكم من الأبيات كتبتها الشاعر هتاف أرقصت قلوبنا، وليس الخيال فقط. حين أتصفح شعرها أرى الأقلام والقرطاس تنحني لروعة شعرها ولروعة حروفها، حتى أني أخال أشعر بروحها تنساب من فكرها وإحساسها إلى قلمها لتدون قصائد تلمع كالذهب. لقد حملت السيدة هتاف وطنها الأم في ثناياها، وأتت إلى كندا حيث لم تغب يوما عن لبنان إلا بالجسد. لذلك فتحت صالون الهتاف للشعر والثقافة. عرفتها الشاعرة والصديقة الغالية التي تحمل بين ضلوعها قلبا جميلا جدا فيها الرقة والصلابة معا. مبارك لك سيدة هتاف الصوت الصادق، وأتمنى لجناحيك أن يبقيا محلقين في سماء التميز والنجاح. مبارك لك. يلي تعبنا سنين في هواك، عملنا وما يعرفنا، بعد العمر كله معاك، فاتنا وقلنا لا أنا اليوم عم بتكلم لأنه صديقتي العزيزة وأختي هتاف عم تتكلم،
وأنا بتشكر كل اللي قائمين على هذا التكريم، وبتشكر القنصل اللبناني، وبتشكر القنصل العراقي، وبدي أتشكر الدكتور علي، وبدي أتشكر ما بقدر أتشكر الدكتور محمد، مش حتشكر أنا وياه مفاجأة كلها، مش هيك؟ صح. هلا دكتور بدك تساعدني بالاسماء. يلا دكتور يلا ما بدي انسى حدا لانه في ناس اسماء الهندي. استاذ خالد اتحفنا بهالشعر العظيم، اتحفنا بهالشعر العظيم. استاذ ايمن شكرا لك، شكرا لك دكتور انقذنا الله يخلينا يا هلا لولو قصة كبيرة، لأنه لولو حبيبتي هي من زمان وعم تصر إنه بدنا نكرم الست هتاف، لأنه يعني غريب إنه طبعا الدكتور محمد دائما بيتكرم وتاجنا وحبيبنا، ولكن إنه بدنا نكرم الست هتاف كانت عم تلحق، وإن شاء الله إنه الحمد لله الكل قام على هلا في عنا كل أعضاء صالون هتاف. بتشكر الدكتور وليد اللي يعني كان له كثير ايادي بيضاء وسعى معنا بهالليله، طبعا اكيد، وعنا الدكتوره جورجيت، وعنا بدي اتذكر كثير، انا بدي اشكر الاستاذ حسن غيه، بدي اشكر كل الموجودين، يعني تسمحوا لي انا عندي ذكاء وجداني بس ما ذاكرتي مش قوي يعني بالاسماء، وجوهكم الحلوه هي اللي بتحكي، وبتشكركم كلياتكم على وجودكم. هلا انا طبعا كل ما قيل الست هتاف على النقد الادبي الرائع للشعر انا اي ما بقدر ازيد عليه، لانه في عباقره حكوا كثير، ولكن انا بدي احكي عن هتاف الانسان، بدي احكي عن هتاف الانسان المبدع. تعرفوا احنا بالتربيه عم نتساءل انه المبدع كيف بيتكون، كيف بيجي، وهل يا ترى نحن بنقدر نخلق مبدع؟ هذا سؤال كثير كان في تحدي لنا بعالم التربيه. اللي بيقولوا انه احنا بعالم التربيه اللي عملناه انه شفنا المبدعين كيف بيفكروا، شو هي مهارات التفكير عند الانسان المبدع، وصرنا ندرسها. يعني الانسان المبدع عنده مرونه، عنده اصاله، الانسان المبدع عنده صفات خاصه، طريقه التفكير هو التفكير المجانب، يعني التفكير المغاير، يعني هو دائما بفكر خارج الصندوق. هذا التفكير الرائع نحن بنحاول نقتبسه وندرسه ونقول نحن عم نعلم التفكير الابداعي، عم نعلم طرق للحل المشكلات بطريقه ابداعيه. ولكن لكم بصدق المبدع يخلق مبدع قولا واحدا، هي موهبه وتركيبه في الدماغ وتركيبه في المشاعر، لا نستطيع لا ذكاء الاصطناعي ولا كل طرق التربيه تقدر تخلق لنا شخصيات معطاءه عندها فيض وجداني مثل شاعرتنا العظيمه الشاعره هتاف. الشاعره هتاف انا لا بطيل بدي اقول عندها صفات رائعه انسانيه جدا جدا، التعاطف العالي اللي عندها، فيض الوجداني العالي اللي عندها، المحبه اللي بتغمر فيها كل الناس. نضل ننتقدها انه هدي شوفي مش بايدي، ما بقدر هذا فيض المشاعر على طول. فنحن كلياتنا هتاف بنحبك، ونحن شو ما عملنا منقصرين بحقك والله، ولكن التاريخ بيستر أشعرك، شعرك كله سيستر التاريخ والله يعني بحبر من نور، لأنه شعر رائع. ولن أزيد لأنه في جهابذة حكوا عن الشعر، أنا ما بيطلع بإيدي أحكي مثله، ولكن نحن كلنا بنحبك، وإن شاء الله يا رب دائما تبقي معطاءة وتبقى لنا هالفيض الرائع من المحبة، من الوجدان، من الأخلاق. يعني ما بدي أقول قد إيه عندها أخلاق بيظهر بشعرها،
أخلاق عالية جدا، من الأصالة ومن العروبة ومن تسامي المرأة. يعني المرأة في شعر هتاف دائما كريمة، المرأة في شعر هتاف دائما عفيفة، حتى وهي محبة ولكن هي راقية. فشكرا لله انه انعم علينا بوجود هتاف معنا. وطني ديارتي وانا بعرف وطني هو اجتهد فيه وانا بوطني غني. اكيد انتوا حتكونوا كثير صغيره وصغيره، بس نحن عم نكرم شخصيه وشاعره كثير كبيره، كبيره بعطائها، بابداعها، بحبها، بعطفها. انا ومدام هتاف اثنيناتنا من برج الحمل، فنتفق 90%. دكتور علي كمان حبيب قلبي، نتفق 90% ونختلف 10%، فشيء كثير يعني متقدم. ب 21 حزيران 2019 افتتحنا هالصالة رحمة أو تكريما لخيي ومربي الأستاذ زين حبيب الله يرحمه. بهالوقت هذا كان في شخصيات مهمة، مش بس مهمة بالمركز، مهمة بمركزها العاطفي أو بمهمتها بهالجالية هيدي. فشكرا سعادة القنصل طوني، هي شكرا كثير. كمان كانت في سعادة القنصلة غدير، فكمان متشكر حضوري كمان. بس كمان فيني اتشكر كل الناس الموجودين هون، الاشخاص كلها هيدي اصدقائي من يعني من فتره وجيزه او من فتره بعيده، محبين وبس مش محبين، بعتبر حالي انا جزء من عائلتهم، بعتبر هن جزء من عائلتي. هلا بدي اقول احنا وين رايحين بهالقاعه، اذا بتسمحي لي اعمل معك. نحن افتتحنا القاعه فعلا يعني افتتحناها بطريقه كثير عفويه ولكن بانتماء. الانتماء تبعنا كان انتماء وطني، انتماء لغوي، انتماء هويه. فليش؟ لأن وجودنا وتفكيرنا واحاسيسنا جزء كبير منها موجود لسه ببلادنا. نحن هون عم نشتغل، عم نعمل، عم نتطور، عم نساعد اولادنا، بس تساعد اولادنا لازم نساعد الاجيال الجديده. الاجيال اللي جايه بعد منا اللي هي جينيراسيون 2 جينيراسيون 3 يعني. فبتمنى انه كلنا نكون يعني نشتغل بكل قدرتنا لهالموضوع هذا. بنفس الوقت نحن هلا بمرحله رينوفاسيون او ترميم للقاعه، حيكون افتتاح ان شاء الله بعد شهرين تقريبا، وبعدين بنخبركم كلكم سوا. اخر كلمه بدي اقولها، شكرا لك دكتور، بعتقد انه تستحق كل انت كمان يعني الشكر، وبشكر كل الناس اللي حلوا وحكيوا وكلموا مدام هتاف، وانا واللي ما دقيقه بس، والصوت اللي هو فات بقلبنا، فات بعقولنا، رجف لنا شراييننا، هو الاستاذ ايدي بندلي. ايدي يعني بقول انه انسان معطاء، غير انه انسان مبدع، انسان عنده صوت حلو وعنده كل شيء، بس هو انسان بمعنى الانسانيه. فشكرا لك علينا. كرمال النسيان لا تقلي نرجع نتلاقى، كرمال شاعرتنا وصديقتي الغاليه هتاف طبعا وزوجها الدكتور محمد صادق، ثنائي بالفعل الدكتور والاستاذ على خالد عبد الباقي قال قولته الحقيقيه وشعره الجديد جدا، وشكرا لك على هذا الكلام الرائع. شكرا دوما تتحفنا بهذا الكلام البديع، شكرا لك.
طبعا كلمات بسيطة جدا لا تعبر عما أكنه لصديقتي الشاعرة هتاف. فعل وسيدة فاضلة جدا، ونجدها في وقت ما نحتاجها، نجد السيدة هتاف دوما معنا. طبعا أرحب بكم جميعا، أهلا وسهلا بكم. معلش الورقة طعجت من الشتى، ما بعرف شيء فآسفة، يعني كانت ما أحلاها بالبيت. فأهلا وسهلا بكم جميعا، كلنا الآن معا في حفل التكريم للسيدة الفاضلة، لبنانية الجذور، عربية الانتماء، كندية الإقامة والجنسية. هكذا تحب أن أعرفها. شكرا طبعا لوليد الصديق الغالي والأخ العزيز جدا على الذي أتاح لنا هذه القاعة الجميلة، ونتمنى دوما هذه الأمسيات الثقافية والتكريمات لمن يستحق طبعا. كذلك هي امرأة تركت بصمتها الأدبية، أنها كمتخصصة بالنقد الأدبي أقرأ شعرها وأراه من أجمل ما قرأت. كامرأة استطاعت أن تبني نفسها بنفسها، امرأة عصامية بمعنى الكلمة من خلال معرفتي السبع سنوات السابقة بها، ودائما يعني رائعة، امرأة رائعة. الله يحييك يا رب. كذلك هي مربية فاضلة، مربية فاضلة، ربت أجيال في لبنان، ودائما مع عائلتها ودائما مع أولادها. الله يحفظ لك إياهم يا رب حبيبتي هتاف. طبعا هي كذلك يعني لا أنسى لها هذه الكلمة، أنها هي أول كتاب لي غجرية ومن غزة. هي كانت المقدمة للكلمة، وكتبت عني كلام جميل جدا يعني في داخلي دوما، ولقبتني باللؤلؤة الفلسطينية. أنا اسمي لؤلؤة، هي لقبتني باللؤلؤة الفلسطينية. شكرا لك جزيل الشكر. ومواقف كثيرة لا تعد ولا تحصى، ربما الآخرين هم سيقولونها ويكون طبعا أكثر وأكثر. أحبك كثيرا جدا وكثيرا وكثيرا طبعا. وأقول لك صديقتي، بك نفتخر وبك نحتفل سويا، وإليك نستمع وسنستمع. أتمنى أن نستمع إلى قصائدها الجميلة التي تتميز بإلقائها وقدرتها البديعة على إلقاء الشعر. ما شاء الله عليكي، الله يحميكي. تسلمي حبيبي. طبعا وأترك الكلمات الأخرى للأصدقاء الآخرين، إن شاء الله يعني نستمتع بهذه الأمسية، وأهلا بكم جميعا. شكرا شكرا. اللي اتاحت الفرصه لهالجمع الكبير كله محترم وكبير، يعني من شعراء، من ادباء، من قناصلي، شيء كبير يعني. هذا يعني دليل انه في بركه هون. وفي دليل اخر انه احنا كلنا المهاجرين، مسموع الصوت، المهاجرين بنعاني، او احنا صنيعه معاناه. إذا لبناني ولا عراقي ولا فلسطيني ولا سوري ولا كلنا معانين. يعني هو احنا قلنا الموهبة بتخلق مع الإنسان، ولكن اللي بينميها وبيصقلها هو المعاناة، هي اللي بتصنع الإنسان. وهكذا أنا بدي أختصر، بدي أقول شغلة على السريع غير اللي أنا بعت لك يعني. كنت حاب هديك أنت تقولها ولا رح نسجلها نقولها على اليوتيوب. تسلم تسلم. كلا ويانا حالي. سوري يعني. اوكي.
نقرا هاي اللي طلعت قدام، كنت مخطط لوحده ثانية طلعت ثانية. أحدث النجوم في كل الليالي أسألها أما مرت بك أحلامنا قبل انبلاج الفجر؟ أما مرت بك أحلامنا قبل انبلاج الفجر؟ وردية هي ممزوجة بآمالنا عطرها فواح، رقيقة هي خفيفة كنسيم الربيع، كنسيم الربيع سمع انتقدنا أستاذ نبيل كنسيم الربيع تدفعه الرياح وتهمس كالبلابل لحنها صداح. النجوم تقول عذرا لك يا سائلي، أحلامك لا أدرك كنهها، بالكاد أراها بالكاد أراها تمر فوقي، لمعان بريقها لماح، كأنها تذهب بعيدا عن طعن الرماح. وليس لك عندي سوى رجاء لك بالنجاح، وأنك بالتأكيد ستلتقيها وتقول لي أنها معي بانتظار ذلك الوعد الصادق. مهما تأخر الصباح وأنا في كل ليل أسأل النجوم عن أحلامنا، وردية هي ممزوجة بآمالنا عطرها فواح. بايق لما راحوا أهالينا مشوار، تركونا وراحوا وقالوا لا نسهر. الله يسعد مساكم. بنقدم التهنئة للست هتاف الشاعرة الكبيرة، وراح أقول لها كلمتين. الشعر بيختصر كل شيء، كل الأحاسيس وكل الأفكار. بقول لها شعرك خمر، شعرك خمر عنقود حلواني، طعمة عسل عن بيت جوراني. يمكن خلق كرمالك التكوين، يمكن خلق كرمالك التكوين، وانت الصبح من نور خلقاني. بلون الفريد زاد على التلوين، لمسة حلا ما في إلى تاني. بعز البرد بيفيق الياسمين، يسرق دفا من شفاف دبلاني. وشعرك برج، شعرك برج بيلملم إحساسين، يصبح عشق ويرندح غناني. ما بخاف عمري يفوت عاشرين، وبعدك ربيع الشعر بقياني. عوتار قلبي تعزفت لاحين، بثبات بين وراء أغصاني. وشهوة تلج عاشميسة كوانين، ولهفة عتم عشموع شعلاني. اسمك هتاف الشعر مش تخمين، وقلبك كنز للحب إنساني. أهتاف شعرك بلسم، أهتاف شعرك بلسم ونعيم. في الروح يحيا، في القلوب يقيم. نحن اجتمعنا كي نكرم أرزة، لها في النفوس محبة ستدوم. لبست شذا من راحتيها طلاوة، فإذا سرى لم يندم المحروم. الشعر قد ألقى إليها قياده، وعلى شفاهها ظله موسوم. وسقته من نبع الرقي حضارة، بالشعرية طافح وعظيم. تجدو القصائد كالربيع تألقا، تصحو على نغم الهتاف نجوم. وعنادل الأيك استطابت شدوها، وعنادل الأيك استطابت شدوها. بحروفها نجم السماء مرسوم. حتى الكنارات استعادت لحنها، لما دنا أسماعها التنغيم. ما شاقني
إلا شوارب أحرف بريمها يتأوه المغروم. الشعر عشق ما ألذ ولوجه إن ذاب في سكراته مكلوم. كالشمس هتاف كالشمس تلثم خد أزهار الربا يكسوه تبرا شعرها المنظوم. فيذوب في عبق الربيع تهللا ويتيه سكرا بوحها المنغوم. الشعر عندها ماسة وجواهر بهتافنا يتكرم التكريم. عنوان القصيدة حطيناه هتاف العمر. هتف الحب وناداني حبيبي فانتشت روحي بصوت العندليب وتناهى القلب في نبض الهوى وترى النشوان بالخمر السكوب ورنا يسهو على زند الصبا طائر الحب على الغصن الرطيب فاستفاق العمر من كهوته يفرش الورد على خصر الدروب زنبقا مياس دلا وغوى وشدا فواح في الروح العذوب. يا حبيبي أي لون ساحر يجتلي عينيك بالسحر الخلوب. يا حبيبي أي وجه مشرق قد أعاد الشمس من بعد المغيب. يا حبيبي أي قلب خافق في حنان خلته قلب القلوب. يا حبيبي أي قلب خافق في حنان خلته قلب القلوب. أي روح في تقاها ترتجي يا إلهي أنت حسبي ورقيبي. أي شعر شف خلقا وإبا في مداد من دم القلب صبيبي. أنا عود ساررتني ريشة فعراني نغمة السر الرهيب وعزفت اللحن هدبا ولمما واشتممت الآه في بوح النسيب ونظمت الشعر بحرا أخضرا لون عينيك على الموج الصخوب وكتبت الأرز فخرا وعلا على من يختار بالثوب القشيب وحباني في التسامي قلم ينحت الإبداع في العصر الجديد. فأراني في الحمية شاعرا في مدى شرق عريق وعروب وبدا حرفي يجاري ريشة أشعلت في الصمت بركان لهيب. صاغنا لحن الوفا أغنية نهلت سحرا من السحر العجيب وغدونا بلبلين استعذبا جنة خناء من عطر وطيب وغدا شعري أراجيح الهوى يقطع الصحراء في الريح الهبوب يزرع الحرف سلاما واعدا ويريح الأذن من صخب الحروب ويرش العطر يندى وجده في ربى لبنان من فوح الطيوب. أجمل الألحان قلب وتر ذاب في ريشة هيمة طروبي كلما أسألها عن اسمها
غنجت دلت وقالت لي حبيبي فهب قلبي. أشهر الألحان قلب وتر ذاب في ريشة هيمة، طروبي كلما أسألها عن اسمها غنجت دلا وقالت لي حبيبي فهب قلبي إلى طلعتها. قال يا شمس فضائي لا تغيبي. جبالا وجباها لو رسمنا الشمس ما شئنا التقاها. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، باسم الشعر، باسم الأدب، باسم الفن، باسم التاريخ، باسم العروبة، باسم كل وطن من أوطاننا، نحن لاغينا تلاقي، ولكن الغربة كندا اللي بتبعد كتير عن وطننا عم تجمعنا بدون حدود وبدون سدود، بكل طيبة قلب وبكل محبة بكل نقاء. نحن عم نترجم محبتنا للأسف بأرض الغربة، ولكن مش للأسف، الحمد لله إنه في شيء عم يجمعنا اللي هي الكلمة واللي هي اللغة العصماء، لغة الضاد. دعوني أشكر صاحب المركز الثقافي، مركز حديد الثقافي، الدكتور الخي وليد حديد على استضافتنا. بدي أشكر سعادة القنصل العام، تاج راسنا اللبنانية، الأستاذ أنطوان عيد اللي أعطانا وقت وشرفنا رغم الضغوطات الكثيرة اللي عنده وكلنا بنقدر ظروفك. بدي أشكر سعادة القنصل العام العراقي الأخت الغالي دكتورة أغادير النقي على رعايتها وحضورها، كمان حضورها حاضر دايما حتى في غيابها، لأن هي دايما معنا، ولكن في ظروف طرأت آخر ساعة واعتذرت. ونحن خير من يمثل كمان العراق وأهل العراق. دكتورة وسام، ألف أهلا وسهلا ومرحبا، شكرا لكم. أستاذنا الكبير حسن غيبي اللي أنا غلطت مرة وعرفت عنه قلت له إمام، حسن غيبي قال لي يا أختي أنا إمام وأنا مهندس وأنا شيخة وأنا محامي. قلت له خيي والله بعتذر لأنه أنا ما كانش عندي معلومات عنك، على خبرني. أهلا وسهلا فيكم فردا فردا، قامة قامة، كلكم قامات وقيم. ألف أهلا ومرحبا. الشكر الكبير للي توجوني الليلة بأجمل ما ممكن أني أتوج فيه بحياتي، أصحاب الكلمات وأصحاب القصائد. كل كلمة ماسة، كل كلمة لؤلؤة، ما ممكن انه اقدر ثمنهم لانهم اكثر بكثير من كنوز الدنيا. هوديك بروحهم، ولكن الشعر يبقى والكلام يبقى. دكتور علي حرب، شكرا من القلب. شعرنا كبير ويخليك لانه تجري وراي، انا بعتز وافتخر جدا جدا جدا. خينا وصديقنا كمان دكتور علي، وخينا وصديقنا المهندس الشاعر والمسرحي استاذ خالد عبد الباقي. شكرا كثير على هذه الاسماء الحلوه الرائعه. انا ما بحب بالترتيب، ما تواخذوني يمكن حتى ما اتغلبت. دكتور ايمن السوقي، ابن ضيعتي وابن عائلتي. انا صح اني ولد الكنز، وشكرا لدكتور
الدكتورة جورجيت داغر اجت من اوتاوا، لبستني زهرة وهدتني بستان وهدتني هون كمان، مش عارفه شو مخليكي مثل بابا نويل عندي جايبت لي شنطه كلها مليانه هدايا، بس ما عرفت. بدي اشكر كل مين اجا وتكرم علي بالشيف وتكرم علي بوروده. يا ستات يا حلوين كلكم ورود، الله يخلي لي اياكم وما يحرمني منكم. اخوتي وخياتي، نحن كلنا اهل وكلنا احباب وما في شيء بيفرقنا. الف اهلا ومرحبا. شكرا لكل مين قال كلمه، يعني اعذروني اذا قصرت بحق حدا. شكرا للشاعر الاستاذ نبيل، باخذ شكرا للاستاذ امان الكريم، الاستاذ عباس شعبان، شكرا لخينا عصام المصور، شكرا للقدوه حبيبه قلبي. بدي اشكر حبيب قلبي اللي بقول له دايما حبيب قلبي ادي. هذا الشكر للكلمات، ولكن الشكر الكبير يبقى لمن قام بتكريمي، لجنود المجهولين اللي ما خلوني اعرف بشيء. حبيبة قلبي لولو مع حفظ كانت الفكرة بالأول إني بدي أكرم فيكتور، لأنه فيكتور له كتير علينا وعجليات عربية، ولكن قال لي لا أنت كرمتيني وما راح أرضى أتكرم مرة تانية، أنت بدك تتكرمي هالمرة ونحن اللي لازم نكرمك. فينا كان ونحن ولاد صغار، غارق فينا الدار نحن ولاد صغار، والهوى سمعنا فرقنا الهوى. أعتذر للجميع وقبل ساعة كنت أتواصل معها تحياتها للهتاف أولا ولجميع الحضور، معتذرة لأسباب عائلية من البدن. الأستاذ أنطوان خجلتنا وسديت أمامنا الطريق، ما بقيت لنا شيء خلاص. والحقيقة أنا كنت يأسة ما كنت أتكلم، أنا جاي على محفل شعراء يا ناس شو بدي أكتب، فتركت الموضوع. نحن بالعراق بنحب الحب، وأنا شخصيا صادف إنه أول بوست لإلي بالخارج هي لبنان، ف4 سنوات من أحلى سنوات العمر حقيقة. وواجب العراق مساعدة وتقديم أي ولو بالمشورة أو بأي نوع مادي، هذا أهمهم إن شاء الله بالدول العربية ولبنان أولا. فعلا تجمعنا ثقافة مشتركة وحتى روحانيات مشتركة في فئة كبيرة من المعنيين. الست هتاف تستحق أكثر من هذا التكريم، وأنا عرفتها من 2 سنين. هي ليست فقط شاعرة جميلة بإنتاجها، لكن أنا معرفتي قصيرة بها حسيت بالدفء وحنان وقلب مفتوح وسهل الوصول إليها وسهل هي توصل لقلوب الناس. اعذروني لست كاتبة ولست أديبة. يبقى الدبلوماسي يبحث عن العلم ويدعي العلم، وبسبب أن أداته هي اللغة يبقى يطلب المعرفة من الشعراء والأدباء لأنها سلاحها الأول. فيا ريت يقومونا ويا ريت يكونوا الله يقويهم ويعطوا يستمر عطائهم الأزلي والخالد مثل ما قلتم أكثر من القادة والسياسيين معهم. شكرا لكم. حمامة بيضة يا بيضة يا حمامة. فيكتور عن جد ما أصعب على المرء أن يعتلي المنبر ويمسك الميكرو من بعد فيكتور، وصوته أكيد ما بيكون قدام فنان عظيم ومن عائلة عظيمة عطت كتير للفن أستاذ أدي بندري. والأصعب أنه يقف بحضرة جماعة من المثقفين والشعراء وفي حفل كريم لتكريم الست هتاف.
ستتاف إذا كان الأرز ببلد لبنان بوطن الغالي على جميع لبنان هو أرز مقدس وهو أرز الرب، فكيف الحال إذا كنا أمام شاعرة الأرز وشاعرة مباركة ومقدسة من الله عز وجل؟ فتكريم وشرف لي أن أقف أمامكم جميعا وأن أتكلم وأشكر الحضور الكريم. ست هتاف كما قال لي أحد الشعراء أستاذ زغيل، الشاعر الكبير أستاذ زغيل، أنه على مر العصور والأزمنة نسمع حاكم سابق، ملك سابق، رجل سابق، بس ولا مرة كان الشاعر سابق. الشاعر يبقى شاعرا لحتى نهاية الأزمنة. كيف الحال إذا كان هالشاعر هو شاعر كبير مثل ست هتاف؟ هون يستوقفني لو سمحتوا شغله، أكيد بتعرفوا كلكم مين وديع صبرا ورشيد نخلي، هن وضعي النشيد الوطني اللبناني اللي كلنا بنعتز فيه. وبعتقد لو كانوا بزمننا الحاضر كانوا زادوا كوبلي سهلنا والجبل منبت لنساء ورجال، نساء نفتخر ونعتز بوجودهم، نساء فتحوا بيوتهم للصالون وللاقتصاد وللمحبة وأهم شيء للشعر. وهون إذا حضرة الشعراء الكبار بيوافقوا معي الرأي، وضعنا السيء مثل ما قال فيكتور بلبنان بجميع الدول اللي صار هو وقت الحكام تركوا الشعراء على جنب. إذا بنرجع شوي بالتاريخ بنشوف إنه حكام بالعصر العرب وقت كانت العروبة بنفتخر فيها كانوا الحكام يحيطوا أنفسهم بالشعراء والمثقفين. للأسف وقتها نحن حكامنا حطوا الشعراء والمثقفين على جنب، وصلنا لهذا الدرك من الانحطاط ومن الرذيلة. فبتمنى يا ريت نرجع الحكام يرجعوا يحطوكم وتكونوا نيرة وتكونوا مثل هيدا الشعاع، شعاع الشمس بنير العقول والدروب في الليالي الظلماء اللي نحن عم نعيشها. صراحة يعني هيك كلمة من القلب. كنت أنا والأستاذ دكتور طلبت منه يساعدني بكلمة، بس حقيقة بس يكون بهذا الجمع الغفير الإنسان المشاعر تستوعب. فدكتور محمد بيقول ورا كل رجل عظيم امرأة، إذا بتسمح لي، حد كل رجل عظيم في امرأة عظيمة وأعظم، لأنه بشعرك بعتقد تستلهم فكر النير تبع ست هتاف، تستلهم حضورها الشيق، تستلهم هالطيبة اللي بقلبها، تستلهم المربية الفاضلة، تستلهم هالمبادئ، تستلهم هيدا التاج اللي نحن نفتخر فيه. مش بس عم بحكي على لبنان، عم بحكي عن كل الدول العربية والعراق بلد الرافدين، بلد الشعراء والشعراء. كمان نحن نفتخر بوجود العراق، دائما هو الأخ الشقيق اللي دائما عم بيساند لبنان بالظروف الصعبة. فكيف بالحال إذا كنا نتابع؟ صراحة قد ما أحكي بخجل أحكي قدام اللي انحكى من هالكلام ومن هالشعر ومن صراحة المشاعر الجياشة. ما بقدر إلا أقول لك بوجود هالورود بتضل تاج بتزيني الحضور، بتزيني مش بس موريال، بتزيني كل بلاد الاغتراب بالشعر وبالثقافة وبالفن. نحن ما أحوجنا إلى الفن ولا الثقافة ست هتاف حقيقة، بس تركنا الثقافة ورحنا على العالم المادي وصلنا إلى ما وصلنا إليه. عسى بهمتكم بهمة سالونيك تجمعي كل المحبين، كل المثقفين، كل الشعراء، كل هالستات. حسيت ليكم الحضور النسائي يطغى على الحضور الرجالي، هذا دليل قديش المرأة بعدها عندها دور فعال ودور رائد بالمجتمعات العربية والمجتمعات حتى الغربية تقدر تدفع إلى الأمام هذا الحضور. ما في لك قديش فخور، قديش عن جد بيعتز الإنسان بوجود أفراد مثل حضرتي، على أمل إنه لبنان ورح يوصل الصوت بس تستتب الأمور على إن شاء الله يصير في تكريم فعال من فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، لأنه بدنا نضوي على الحضور على العالم اللي يحافظوا على الثقافة وعلى اللغة العربية وعلى الشعر العربي الأصيل. بوجودكم، وجود دكتور محمد، وجود مجموعة ثلة من الشرفاء الشعراء، فبشكركم. بشكر أستاذ وليد حديد يلي دايما تركت هيدي القاعة حقيقة
عملتها متحف للثقافة، مش بس متحف، أعطيتها منصة للتفاعل. وما أحوجنا في هذه الأيام إلى التلاقي، إلى الحوار، إلى التفاعل، إلى تبادل الآراء، إلى تقبل الآخر، تنعيش بسلام وبهناء وبمحبة. هيك تربينا عليه ست هتاف، هيك تربيتي أجيال كتير على المحبة وعلى التلاقي. فمن قلبي بشكرك وبقول لك الله يديمك وأنت فخر وعزة وكرامة، وخليكي بهيدي الهمة وإلى دواوين قادمة بإذن الله. واللي كان قدروا يغيروا يوم الزمان، اللي كان واللي كان قدروا يغيروا يوم الزمان. لا الزمن ولا المكان قدروا يخلوا حبنا ده يبقى كان. كل ليلة من الليالي البعد عدت عليا، كل ليلة من الليالي البعد عدت عليا، وانت مش جنبي يا روحي يا نور عينيا، يا نور عينيا. حبي فيها كان بيكبر ميت ليلة واكتر، الله ميت ليلة واكتر. حبي فيها كان بيكبر ميت ليلة واكتر، والله ميت ليلة واكتر. كل ليلة فيا أكبر شوية بحبك قد عمري ونور عينيا، يا نور عينيا بحبك.